استخدام زيت الشعر غلط ممكن يخليكي قرعة. فترة من حياتي قعدت احط زيت كتير على شعري او بطريقة غلط، فخليت ان فروتي زي كده زي ما بيقولوا المسام اتسدت، فما بقتش عارفة absorb any more oil وما بقتش بستفاد من الزيت اللي بحطه. شعري كان بسبب ده احيانا بيقع، لحد ما لقيت التريك الخطيرة دي عن طريق اني بفضيه في واحدة من دول وبقعد استخدمه كده. ليه بعمل كده؟ علشان كده انا مش بهدر الزيت، كده انا مش بستغل كتير، وفي نفس الوقت مش بضر فروه راسي. لما برش من الزيت نفسه اللي هو الازازه، لما برش من الازازه نفسها برش كتير. لما بحط على ايدي مش بيتوزع صح ومش بيتحط في كل الاماكن في الشعر. احنا بيسكلي محتاجين like 10 drops تمام من دي على شعرنا كله، وده كتير قوي ان هو يتحط جوه الفروه. ففكره اني ارش من الازازه نفسها او احط على ايدي ده مش بيبقى اكتر حاجه efficient او اكتر حاجه صح. وممكن وانتي بتحطي تقطعي شعرك او تعملي حاجه. انا بالنسبه لي this is the best solution. لو انتوا عندكم اي حاجه من الحاجات اللي هي الامبولز بتاعت الشعر، فضوا فيها شويه زيت وهينقذ حياتكم، وهتلاقوا effects من الزيت احلى بكتير.